اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. هتستنوا المجنونة دي لما توصل هي كمان الكيلو ب40 جنيه تعملها والله، و50 و60 كمان، يعني هي جت عليها ما كفاية البصل. هنعمل النهاردة مع بعض حبة صلصة زي العسل بطريقة سهلة وبسيطة وبتركة كده صغيرة هتخلينا ناخد أكبر كمية صلصة من أقل كمية طماطم ممكن هنجيبها. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف المجنونة دي هنعمل معاها ايه النهاردة. اول حاجة علشان نعمل حبة صلصة حلوين لازم الاول نختار طماطم تكون حلوة مش شرط تكون غالية، المهم ان هي تكون سليمة مفيش فيها حاجة، يعني ممكن نجيبها مستوية بس تكون سليمة يعني مش حمضانة. وغير كده كمان تكون اهم حاجة طماطم كده لونها احمر غامق عشان حبة الصلصة بتوعنا لونهم احمر وجميل. عندنا طريقتين طبعا بعد ما غسلناها وصفيناها وكله، عندنا طريقتين نقدر نفتح بيهم الطماطم. يا اما بطرف السكينه كده نلف داير ما يدور حوالين الفرع بتاع الطماطمايه، يا اما من جنب كده العنقود بتاع الطماطمايه نفتح ونشيل اللي هي الحته القمع بتاع الطماطم زي ما احنا شايفين. دي طريقه ودي طريقه الاسهل ليكي اعمليه. خلاص هنخلص الكمية بتاعتنا كلها، بعد كده هنجيب حلة تاخد الكمية وبزيادة، لان الطماطم دي لما تغلي لسه هتطلع مية وهتغلي وساعات بتنطر فيبقى عندنا مساحة. هنا على نار هادية خالص هبدأ اللي انا اولع عليها واسيبها. طبعا الطماطم اللي احنا قسمناها بالنص عشان نشيل القمع بتاعها من الجنب هتنزل ميتها على نار هادية. بعد ربع ساعة ده كان شكلها. طبعا هتبدأ تطلع مطرح اللي هي بتغلي حبة ريم كده او رغاوي نشيلها عشان تبقى الطماطم بتاعتنا صافية وجميلة. اهم حاجة من وقت للتاني ايدنا فيها، لان الطماطم من الحاجات اللي بتلزق وبتلسع بسرعة، طبعا علشان بيبقى فيها سبحان الله كمية سكر كبيرة، بالرغم ان هي موالح بس بيكون فيها كمية سكر. بعد حوالي ساعة كانت زي ما انتم شايفين بقت شبه المربى. عندك هاند بلندر ماشي، عندك خلاط هنسيبها تهدى شوية ونضربها حبة بحبة في الخلاط. انا عندي هنا الهاند بلندر عملتها كلها مبقاش فيها اي قطع طماطم. خلاص كده هبدأ اللي انا انقلها في حلة تانية، بس هنقلها على مصفى علشان تبقى الطماطم بتاعتنا ناعمة جدا، ولا في بذور ولا في قشر ولا في اي حاجة. بعد كده عايزه اقول لكم ان حركه الطماطم اللي بنسلقها او بنسبكها سليمه بترمي كميه كتيره من الطماطم، غير اللي احنا بنحط لها ميه في الخلاط ونعصرها ونرجعها. طبعا كميه الميه دي بتفضل تغلي وتنقص وما بتبقاش بالسمك ولا بالتقل ده. كده الطماطم بخيرها. 5 كيلو طماطم او 10 كيلو طماطم او 20 كيلو طماطم بيطلع لك كميه تفل ما تجيش 3 معالق لما بنعملها بالطريقه ديت. بعد كده نقلتها زي ما قلت في حله تانية على مصفى، وهبدا احط لها الاضافات بتاعتها. هنا كانوا حوالي 10 كيلو من الطماطم، ضفت لهم 2 معلقة كبار من البابريكا العادية ما تكونش مدخنة عشان ما تغيرش طعم الصلصة بتاعتنا. 2 معلقة كبار من البابريكا، وضفت 4 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الملح. ده كل اللي هنضيفه، ولا هنحتاج نضيف بقى لون ولا هنحتاج نضيف نشا زي ما في ناس كتير بتعمل الطريقة دي عشان تتقل. سبحان الله شايفين تقيلة جدا وسميكة علشان من الأول ما حطينالهاش مية وسلقناها كويس في ميتها اتسبكت وتقلت. على نار هادية كده هنسيبها لحد ما تقعد تعمل بق 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 كده وتبقلل وتعمل عمايلها وتبهدل البوتاجاز. خلي بالكم نوارب عليها الغطا لان بتبقى كمان لسعتها صعبة، ربنا لا يقدر بيبقى الحرق بتاعها صعب. فنخلي بالنا بعد ما تبدأ تغلي نوارب عليها غطا كده ونسيبها على نار هادية، وطبعا ايدنا فيها من وقت للتاني علشان ما تلسعش. تقل الطماطم والتسبيكه يعني ممكن تسبكي اكتر من كده كمان، وممكن تكون اخف من كده. انا شفتها كده مناسبة لان احنا بناخد منها كمية وبنرجع اللي احنا نفكها بشوية شوربة او بشوية مية لما بنيجي نعمل الاكل. هنا هنعبي الاكياس، ممكن تعبيها حسب الطبخة بتاعتك على قد استخدامك، يبقى الكيس على قد الطبخة
وممكن كمان تعبي الكيس وبرضو تبططيه بالطريقة دي، وما بتيجي تاخديها بطرف السكينة وبتضغطي عليها بتتكسر بكل سهولة وبتاخدي الكمية اللي انتي محتاجاها. طب انا ما كنتش عايزة اخزن في الفريزر، هعمل ايه؟ عندنا برطمانات ازاز نظيفة وناشفة، هنعبي فيها الصلصة زي ما هي بتغلي وهي سخنة بتغلي كده، هنعبي فيها البرطمانات دي وهنغطيها وهنسيبها متغطية وهي سخنة لحد ما تبرد تماما درجة حرارة المطبخ تبقى سقعانة كأننا جايبينها من عند السوبر ماركت. بعد كده بندخلها التلاجة، بتقعد بال15 يوم على الرف، ما بيجرالهاش حاجة طول ما هي مقفولة. طب لو فتحناها واستخدمناها هنحط شوية زيت على وش البرطمان وهنقفله وبرضو هنعينه في التلاجة مقلوب. دي كانت طريقة تسبيك الصلصة بتاعتنا، سهلة وبسيطة وموفرة. ابدأي هاتيها واعملي حبة بحبة قبل رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، من الحاجات اللي بتسعفنا جدا. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب تجربوه ويعجبكم. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.